لك موقف كان حكاه الجبرتي، وبيقول الجبرتي ان محمد علي اتقال له في مره ان في كتاب اسمه الامير لسياسي ايطالي اسمه ميكافيلي، فكلف محمد علي مترجم اسمه ارتين كان شغال معاه انه يترجم له الكتاب ده ويديله كل يوم صفحه منه. ولما وصل للصفحه العاشره محمد علي قال له كفايه كده، انا عندي حيل عمرها ما كانت تخطر على بال ميكافيلي ده. وتعالى بقى اقول لك المثال اللي بيبين قد ايه محمد علي كان داهيه. في سنة 1804 اتعين عثمان بيه البرديسي في منصب شيخ البلد، واللي هو بمقام الوالي على مصر. في الوقت ده قل منسوب النيل، وده طبعا أثر على الزراعة وعلى المحاصيل، وزاد الطلب على الغلة بسبب خوف الناس انهم ما يلاقوهاش بعد كده. وحالة الذعر دي خلت الأسعار ترفع جدا. ومش بس كده، ده كمان جنود المماليك والأرناؤوط في الوقت ده اعتدوا على الناس وسرقوهم ونهبوا ممتلكاتهم، وده بسبب ان كان ليهم مرتبات متأخرة. فراح الجنود لبيت البرديسي واعلنوا احتجاجهم على تأخير الرواتب، فاستنجد البرديسي بصديقه محمد علي عشان يتوسط له عند الجنود ويحل الأزمة. وفعلا اتوسط محمد علي وهدى الجنود، لكن البرديسي ما كانش عارف يعمل ايه لان الخزنة كانت فاضية. فالبرديسي ما كانش قدامه الا انه يرفع الضرايب على الشعب علشان يعدي الأزمة دي، لكن الشعب امتنع عن دفع الضريبة وبدأوا يعتدوا على موظفين الضرايب، ونزل جنود المماليك الشارع فاتضربوا هم كمان مع الموظفين، وزادت الفوضى في الشارع. وفي اللحظة دي ظهر محمد علي وانضم للشعب وطمنهم ووعدهم ببذل الجهود لرفع الضريبة، وتعهد بحماية الشعب من اعتداء المماليك. والتصرف ده خلى الشعب وقادته يبصوا لمحمد علي على انه الراجل الحكيم العادل اللي بيعرف يتصرف في الازمات. بس طبعا ده ما يمنعش محمد علي انه يشوف مصلحته هو كمان. اما محمد علي بعت جنوده لبيت البرديسي في